بسم الله الرحمن الرحيم. تكون الأمطار. ظلت كيفية تكون الأمطار لغزا كبيرا ردحا طويلا من الزمن، ولم يكن من الممكن اكتشاف مراحل تكون الأمطار إلا بعد اكتشاف الرادارات. ووفقا لهذه الاكتشافات يتكون المطر على 3 مراحل. في المرحلة الأولى تصعد المواد الأولية للمطر إلى الهواء مع الرياح، وبعد ذلك تتشكل الغيوم، وبعدها تبدأ قطرات المطر بالظهور. ووصف القرآن لتكون المطر يذكر هذه العملية بشكل دقيق، إذ يقول الله تبارك وتعالى في وصف تكون المطر بهذه الطريقة، وقال: الله الذي يرسل رياحا فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله وإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. سورة الروم. ولنتفحص الآن المراحل ال3 التي تحددها الآية بطريقة علمية. المرحلة الأولى: قال الله الذي يرسل رياحا، إن فقاعات الهواء التي لا تحصى والتي ترغي في المحيطات تتفجر قاذفة بجزيئات المياه نحو السماء. بعد ذلك تحمل الرياح هذه الجزيئات الغنية بالأملاح وترفعها إلى الغلاف الجوي. هذه الجزئيات التي تسمى الهباء الجوي تعمل كأفقاخ مائية. هذه الجزيئات التي تسمى الهباء الجوي تعمل كأفقاخ مائية وتكون قطرات الغيوم عبر تجميع نفسها حول بخار الماء الصاعد من البحار على شكل قطرات صغيرة. المرحلة الثانية: فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا. تتكون الغيوم من بخار الماء الذي يتكثف حول بلورات الملح أو جزئيات الغبار في الهواء. ولأن قطرات المياه في هذه الغيوم صغيرة جدا يبلغ قدر الواحدة منها ما بين 0.01 إلى 0.02 ملم، فإن الغيوم تتعلق في الهواء وتنتشر في أرجاء السماء، وبهذا تغطى السماء بالغيوم. المرحلة الثالثة: فترى الودق يخرج من خلاله. إن جزئيات المياه التي تحيط ببلورات الملح وجزئيات الغبار تتكاثف لتكون قطرات المطر، وبهذا فإن المطر الذي يصبح أثقل من الهواء يترك الغيوم ويبدأ بالهطول على الأرض. وكما نرى فإن كل مرحلة من مراحل تكون المطر مذكورة بالقرآن الكريم، بل أكثر من ذلك، فإن هذه المراحل مشروحة بنفس السياق، فكما هو الحال مع كثير من الظواهر الطبيعية الأخرى، فقد أعطانا الله سبحانه وتعالى التفسير الصحيح حول هذه الظاهرة أيضا، وجعل الأمر معروفا للناس في القرآن قبل قرون من اكتشافه.